تعالوا نشوف الست دي مجنونة بمشتريات الحمام. كل يوم والتاني تجيب مشتريات جديدة للحمام. بصوا بقى، بصوا الفرو، بصوا عملت ايه في التويلت. بصوا لبسته كله فرو، طقم جديد. وده ليد في الحمام. ايه ده، ايه ده، ايه ده، بس ايه ده اللي هي عاملاه في الحمام ده؟ بتجيب شوية حاجات تحطها في الحمام فظيعة، تحس ان هي بتزين اوضة نوم. هو يعني الحمام ده لقضاء الحاجة بس، ونطلع ننضفه ونفرشه ونعمله بس كتير. بصوا فروة الخروف دي، يا سلام، فرو فرو في الارض، كله فرو. حاطه ايه؟ بصوا حاطه كل الحاجات بقى بتاعت السكين كير بتاعتها. زيوت عطريه، الله، بصوا شموع بقى وزيوت عطريه. طب ما كده اللي هيخش الحمام مش هيطلع. يا لهوي على دخول بقى الحمام بالمنظر ده. دخول الحمام مش زي خروجه. ده اللي هيدخل مش طالع، ده في حفله جوه. هو الديكور حلو جدا، يعني منظر الحمام تحفه. ليه الاباجوره في الحمام؟ طيب الاباجوره دي نحطها فوق السرير، نحطها جنب الكومودينو، نحطها ليه في الحمام؟ وشموع بقى وفرو. طب افرضي بقى لا قدر الله شمعة بقى من دول بقى حد، يعني اللي معاه اطفال ما ينفعش تحط الحاجات دي طبعا. شمعة كده عيل يزقها ولا حاجة تقع على الفرو ده تبقى واقعة. يبقى الحمام مشهيص من كل حتة. ما تنسيش تكتبي لي بتتابعيني منين يا قمر، انا شيماء غريب. لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي كومنت زي العسل شبهك ولايك عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات حلوه كتير تعجبكم. مع السلامه.